بدك تحكي قديش راتبي، بستاهلش اني اروح اشتغل في بيتي واضيع ساعتين وثلاث وانا اشتغل في البيت على شغلات شو دخلني فيها. لا، هذا شغل وهذا شغل، لازم انت تحترم مهنتك وتحبها، والا روح دور لك على مهنه تحبها بس مهنه ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج مبدعون من قلقيلية. مستمرون معكم في استضافة الإبداعات المتميزة في مدينتنا. في هذه الحلقة سنلتقي بطاقة إبداعية جديدة ومعلم استطاع أن يبني بيئة تعليمية متميزة ومحببة للطلاب في المرحلة الأساسية. تابعونا كي نتعرف على الأستاذ كايد بيضة من مدرسة المرابطين ونتعرف على طريقته المتميزة في التعليم. صباح الخير يا دبدوب. ردوا عليه، بقولكم صباح الخير يا أول. بدكم تعدوا معي تصاعدي؟ وأنا كمان بحبكم. طيب خليني أنزل من الغرفة تبعتي، خليني أنزل. في عندي درجات بنزل عليها شوي شوي. يا هلا يا هلا بدبدوبنا الحلو. اسمي كايد محمود محمد بيضة، من مواليد قرية جيوس، 5/7/1975 ميلادي. حصلت على شهادة دبلوم معلمين من معهد المعلمين للآداب في عمان عام 1978، تخصص تربية ابتدائية معلم صف. مكوثي في الصف لفترة طويلة، بعتبره الصف بيتي الثاني يعني. من ناحية نفسية لازم يغير الواحد، فحاولت اني او فكرت اني اعمل بيئة جميلة، وبالتالي جمالها يكون معكوس من الادوات والاشياء اللي بعملها في داخل الصف. فكل درس، كل هدف، كل اشي بده وسيلة تعليمية، لانه عندي إيمان، يعني إيمان قوي إنه إذا بدك توصل الهدف أو المفهوم للطفل في هذا العمر، أقصر طريقة اللي هي استخدام الوسيلة، استخدام إشي محسوس. 4 5 6 7 8 9 وينه؟ يلا نزلوا. وهنا واجهتني عقبة بصنع الوسائل اللي هي الناحية المادية. ميزانية المدرسة مش كل هذا، يعني إنه تقدم لك كل إشي بدك إياه، وبنفس الوقت أنا برضو من ناحية مادية ما بقدر إني أشتري كل المواد وكل الأشياء. فاستغليت المواد الخام اللي موجودة بين إيدي أو تحت إيدي، أو أشياء مستهلكة، أعيد تركيبها، أعيد صياغتها، أعيد تلوينها، وأطلع بفكرة يعني إنه عملت وسيلة أستخدمها لتوصيل هدف معين لهالطالب. فكرت بزيادة إني أدخل شغلات يعني مرسومة على الجدران. أخذت إذن، برضو هنا اصطدمت في عقبة ثانية اللي هي الوقت. إمتى بدي أشتغل هذا الشغل؟ أجلتها لحد الإجازة الصيفية. اشتغلت في الإجازة الصيفية داخل الصف حوالي 2 أو 3 يوم يعني أجي على الصف من الصبح للمغرب. وكمان في بداية كل سنة لما يجوا الطلاب الجدد على الصف، في هناك سلوك، في قواعد للسلوك أدرب الأطفال عليها ونتفق إحنا وياهم، وعن جد يعني ألاقي تفاعل منهم من ناحية النظافة، من ناحية النظام، لأنه في أشياء على مستوى إيديهم يعني بيقدروا يخربوه لو بدهم، لكن الحمد لله يعني يلتزموا في النظام.
كل سنة بنفكر في شغلة جديدة. يعني العام الماضي دخلت شغلة سميناها ملف إنجاز للطالب. هذا لكل طالب في ملف، طبعا استغلناه من مواد خام غير مكلفة كثير، وعلقته على الجدران من تحت بحيث انه الطالب يقدر يطول ادواته منه او يخرجه منه. هسه هذا كل طالب في له يعني مكان بحط كل ادواته فيه، الادوات من دفاتر، من كتب، من اشياء بيكون موجود في هذا الملف. وعلمتهم النظام كيف، يعني اسمه مكتوب على الملف، رقمه مكتوب على الملف. وكمان شغلة عملناها اللي هي سميتها سبورة جميلة أو سبورة الجميلة أو كيف ما بدهم بيسموها، زي السبورة اللي أمامهم على اللوحة. الكل بيحب إنه يطلع على السبورة ويشارك، يحل المسألة أو يرسم الشغلة أو اللي بدي إياه، يعني اللي بطلبه منه أنا، بدل ما يطلع على اللوح ويعملوا فوضى على اللوح أمام الطلاب وفش إلا كلام واحد. طب ليش ما يبقى له هو سبورة لحاله خاصة فيه وله كلمه. من ناحية الأهالي أخذ التغذية الراجعة منهم، يعني كل ولي أمر لابنه، والله يا أستاذ بتعرف ابني أنا مستغرب فيه، يعني اتغير سلوكه في البيت. أقول له كيف؟ يقول لي عمره ما ضب يعني رتب سريره مثلا، أو حافظ على شغلاته، ممتلكاته، ألعابه، دفاتره. ليش؟ قلنا لأنه في الصف برضه بحافظ على ممتلكاته وبحافظ إنه يبرز ملفه إنه أحسن ملف. كل إشي بيعملوا إشي مميز بحطه بهالملف. لما تيجي أنت تفضل روح، بيمسكك بإيدك وبأخذك على ملفه، بتباهى فيك. الأستاذ كاين يوم يجي على 7:15 بيجنس صفه تكنيس، يوم الخميس بصطفه مفتاحه معاه. كل الأعمال الكتابية اللي لا منهجية بتتم عند الأستاذ كايد بتتم بعد الدوام الرسمي، ومعظم الأيام بروح بعد 2:30. أنا مروح يعني بالتالي هالسنة وكل سنة وأنت سالم. لكن نصيحة لزملائي، إذا بدهم يرتاحوا يستخدموا وسائل ويحب المهنة تبعته، يحبها، ما يقارنها ولا يوازنها بأشياء ثانية. يعني ما يوازنها براتبه ولا يوازنها بأشياء مادية، قديش أنا راتبي باخذ، أو يعني أو موقف من المدير أو موقف من الوزير، أو لا، أنت بتشتغل في هذه المهنة لازم تكون يعني واثق من نفسك أولا، ثانيا لازم تحبها. إذا ما حبيتها ما بتنتج فيها. يعني الجمال صفة ربانية الواحد بزهقش منها، وينه ما يكون لازم الواحد يعمل إشي جميل. المكان اللي بتكون فيه جالس اعمله جنة، ترتاح نفسيا وبترضى عن نفسك، ترضى عنها. أنا الحمد لله رب العالمين من هذا الأسلوب، من هذا الباب مرتاح. هذه المهنة هي الوحيدة، مع احترامي لكل المهن، هي هذه المهنة يعني رسالة، لأنه هذا مش شغل تبليط ولا شغل إقصارة، ولا أنت بتتعامل مع بشر، بتبني في إنسان، وخصوصا الصف الأول. الصف الأول لبنة، أول لبنة في المجتمع، أول لبنة إذا كانت سليمة ومؤسسة مظبوط
مش بقصد بس مؤسسة من ناحية تعليمية ألف باء تاء، لا، لأنه إحنا تربية وتعليم، التربية بتسبق التعليم. لازم تأسس هذه اللبنة. إذا كانت هذه اللبنة سليمة مع استمرارية في الصفوف الثانية من الزملاء الثانيين لما يكونوا بنفس النفس يشتغلوا، أكيد رايح تخلق مجتمع، اللهم صل على النبي، يعني بيكون مجتمع رائع. بوجه شكر خاص لهذه المجموعة الشبابية اللي عن جد يا ريت يا ريت ربنا يكثر من أمثالكم، لأنكم أنتم برضو أنتم لكم دور كبير، لأنكم أنتم مثل الشموع، يعني بتحركوا حالكم مشان غيركم. أنا قدام الكاميرا، أنتم خلف الكاميرا، فكل الشكر والاحترام لكم ولتقديركم. ولولا أنتم برضو جيتوا وشفتوا وقيمتوا الإشي كان ما عملتوا هذا اللقاء. فكل الشكر والاحترام لكل واحد بشخصه باسمه منكم، سواء بعرفه أو ما بعرفه. الشكر خاص لكم الجميع، والله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية ويكثر أمثالكم. في نهاية الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ كايد على هذا العطاء الجميل، ونرجو أن نكون قد نقلنا هذه التجربة المتميزة للجميع. لمتابعة حلقاتنا السابقة ودعمنا بالأفكار والاقتراحات تابعونا عبر صفحاتنا على الفيسبوك، صفحة قلقيلية أولا وصفحة برنامج مبدعون من قلقيلية، أو قناتنا على اليوتيوب برنامج مبدعون من قلقيلية. تابعونا في الحلقة القادمة مع مبدع جديد من مدينتنا الحبيبة.